كيف يمكن أن نرى تغييرا جوهريا للسلطة والمجتمع مستعبد؟ فحري بنا تغيير تلك التقاليد القائمة على الجور والعسف قبل أن نفكر بتغيير البنية الحاكمة، حيث البعض يرى بأن أسبقية التحرر السياسي تسهم بالتغيير الاجتماعي، ولكن الحقيقة أنه بانعدام الروابط الأسرية الحقيقية لا يمكن الوصول للتحرر السياسي، حيث خلو العلائق الطبيعية بين أفراد العائلة الواحدة يسهم في ضعفها الاقتصادي وتخلفها الاجتماعي الذي يعتاش على مبدأ إقصاء المرأة وتحويلها إلى آلة مطيعة وأليفة، وتحويل الأبناء إلى صعاليك متفرقين في كل صوب وحدب. هل بتلك الحالة يمكن تغيير السلطة أو الثورة عليها؟ إن ذلك تساؤل مشروع وطبيعي، حيث يمر النقد على أكثر الجوانب السلوكية النفسية استعصاء، حيث يتحرى وينقب ويدخل في دلالة الحدث ليسدي عمليا جملة توجهات وإرشادات يمكنها أن تساهم في تحسين فهم المعاني والدلالات وتقديم أجوبة أكثر منطقية حولها. فهي ليست ممارسة عمومية تتسم بالشمول، إنما تمتاز بالتنقيب حول الغوامض العالقة في السلوك الباطن، حيث يسعى النقد إلى تفكيك الحدث والتعامل معه كجزئيات تستخلص المرامي من وراء هذا الفعل أو الحدث. فهي ممارسة تأويلية تفكك المعنى لتستخلص الخلاصة من وراء طريقة المبدع في رسم الصورة المركبة من هيئة تعانق الموجود مع الوجود، بالاستفادة الحثيثة من مسعى المعرفيين في الوجود ضمن حلقة الصراع اللانهائية فيما بين قوى الإبداع وقوى الجمود. فهي تأكيد على عظم هذه المواجهة وامتداداتها في ميادين الحياة المتقابلة. فهي ليست مجرد ممارسة تعتمد أحيانا على التأويل وربما تندرج في إطار سوء الفهم، إنها إلمام بالموضوع وإيضاح لجوانبه المبهمة والمهملة لتكون بمثابة إبداع ذكي يتغذى من إبداع جاهز موضوع على طاولة التنقيب والكشف، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بطبيعة المجتمع ودراسة السلوك بالتزامن مع الظواهر الناجمة عن الصراع الدائر ما بين السلطة القائمة والبديلة التي تزعم بأهدافها النظرية الدفاع عن المسلوب والمنتهك في المجتمع، والتي تجسد عبر ممارستها سعيا لتكون الحالة البديلة عن السلطة القائمة. نجد أن المسافة ما بين الحب والفقر يتم ملؤها بالحديث عن الفساد وسوء التنظيم، وكذلك افتقاد الحب لمنهجية معيارية تصون الأفراد وتمنع تفككهم إثر تفشي العنف الذي أخذ أشكالا شتى، عدا أن وصف الحدث انتصر للفن وكشف عن جودة تناوله وتعدد أساليب طرحه، حيث يصعب الإجابة على كل ما ينجم عن تأويل أو تساؤل بشكل واف، ولكن الواقعية تكشف النقاب بنفسها عن ضغوطات الحاجة التي تضطر الأفراد إلى الانكماش حينا والتوتر حينا آخر. فعقد المقاربات يعتبر أمرا متجليا في فهم النص واستكشافه، حيث يسهم ذلك بطبيعة الحال إلى إعطاء التأملات الفلسفية حيزا أكبر في تناول الحدث بشقه الوجداني والواقعي، حيث يبرز دور المعرفة برسمها لسياقات متعددة ومناهج متباينة، حيث أن طبيعة الحياة القائمة سيطرة الفقر وسوء التدبير المتأتي عن إهمال وفظاظة تربوية كانت وراء حقيقة التنشئة أثبتت أن ضعف الروابط الأسرية ناتج عن فشل المنظومة الأسرية، إنه الصراع الجوهري ما بين الرذيلة والفضيلة وسط حياة صعبة وسلوكيات تنم عن خلل نفسي. إن التنقيب عن القيمة المستنبطة من إرث العلاقة بين الإنسان والمكان فحواها أنه ما من قوة يمكنها قطع تلك الصلات الخفية بين الذات وجذوره بسبب وجود تلك الإرادة المنحازة بطبيعة الأولية لمن يحمل عنها عبء الاغتراب، وهي بمثابة تطلع حكيم لحياة أبهى. ففي معيار الفن والعمل المبدع تتغير كليا النظرة نحو الزمان والمكان منها إلى الواقع، فهي تجسد طرق الصراع بين البشر في إطار المنافع والمفاهيم على نحو متزامن، حيث يتردد في ذهن الفرد تحقق إرادته التي يعتبرها انتصارا لجزئية بسيطة من العدالة، في حين يجد المقابل أن الإنصاف لم يتحقق بسبب لهث المقابل لتحقيق هذه الجزئية على حساب تعاسته. وهكذا نجد أن الحوار يلتف حول نفسه ليصف بطريقة ما حالة العبث، لطالما أن مشكلة الوجود عصية الفهم وفقا لغريزة الموت والبقاء التي تحفل بها كل الفلسفات التأملية وتحاول فهمها.
حيث يشعر الفرد بفرديته من خلال تفكيره التأملي المفضي إلى التحليق أكثر، بمعنى أن المعاني المترسخة في الذهن ما تلبث أن تتحول لسلطة تفرض نفسها على الكينونة وتلزمها على خوض المعترك إلى النهاية، والنهاية هنا هي النتيجة البعيدة المستقاة من تجارب تمارس في الذهن للدفع بالأفكار للترسل أكثر. وهذا ما نعنيه بالفن الذي يتماهى مع الوجود والنفس من خلال الآخرين وسكناتهم، ويذهب للبعيد للتخلص من كل قيد أو قانون يقيد من حرية الحركة العقلية داخل الذهن المتوقد معرفة. لهذا نجد أن تلك الطاقة يستمدها المعرفي من تعلقه بالوجود عبر أطواره الأولى ومنها إلى النضج المستدام، ومع بروز هذا التفكير وصعوده يكمن ذلك التساؤل الرامي لممارسة فنون الحياة المتوارية، والتي يسعى المعرفي المبدع لكشفها من خلال أدواته الخامة. يمكن القول أنها أولى محاولات المرء للانعتاق من تلك القيود المنفعية التي تحصل نتيجة تعاقد حتمي ما بين السلطة والمجتمع الأبوي، حيث نتفاجأ بهذا الوضوح المفعم بالكشف عن ماهية التأمل وقدرته على اقتحام الذهن وتطويقه بكل شحنات الدفق المستمر بالتفكير غير الخاضع لكل الأحكام المسبقة التي من صنعها تعطيل هذا التوقد. نحن أمام ذاتية تتماهى أمام حقيقة الفناء الواضحة، وهي أن الجسد يترهل وينخره الدود، وبذلك فخيار المرء المتبصر كامن في انتقاء المعنى الذي من أجله يعيش بجمالية منتقاة وحدس فني ومعايير قائمة على الحب ومتانة التعلق ما بين الإنسان والمكان التي عبرها يتشكل الوعي المعرفي ويتم صقله. فكل الجهود التي يبذلها الإنسان على مسرح المكان تنتهي بهذا الفناء الذي يتحدث عنه المرء حين تأمله لجسده، ولعله منطق أخير يتوصل إليه بشكل منطقي يحاول من خلالها إدراك الكون، إشارة إلى الصعوبة التي يمكن أن يواجهها المرء في فهمه لأشياء تتعدى حدود إدراكه كعقل ووجدان. وبذلك فهو يرى أن كل تلك الجهود ينتج عنها المزيد من الضحك والغموض، حيث أن إدراك جوهر الفناء أمر عصي على الفهم، بل سيقود لأبواب مسدودة حتما. وهكذا فإن المرء في سباق مع الزمن، في حراك دائم للسعي إلى الأفضل في ظل ذلك الزمن القصير الذي يحظى به والخيارات المحدودة التي في حوزته. ففهم الجسد والوقت وفقا للوجود يتطلب إلى جانب الرغبة وعيا وزمنا، وكذلك إيغالا عميقا في كنه المعاني والاصطلاحات لمناقشة كل غامض والكشف عن المكنون المخبأ، والذي يقودنا إلى تفسير معان مفتوحة التأويل حول الحرية. فمهما كان الاعتقاد أن بناء أي معنى منطقي أو هرم معرفي ليس أمرا مجديا، تبقى للمرء شهية مفتوحة للتجريب وممارسة الوقت المتاح. لهذا كان الوجود بمثابة المساحة المطلقة ليمارس الإنسان فيها فناءه الخاص به بقدر كبير من الابتهالات تنشد للبقاء والخلود زعمه، حيث أن الرغبة في الضحك والفن والكشف عن الرؤى والدلالات أمرا ممتعا بالنسبة للمعرفيين، فإن غمارهم وكدحهم في سبيل الخلاص كهاجس افتراضي هو أيضا رحلة ممتعة ومهمة في غمار التاريخ الحافل بالموت والصراع وثنائية الهزيمة والنصر، فلا انحياز مسبق للعدمية أو التشاؤم. لقد وضع الإنسان ما يسمى بمفهوم العدالة الإلهية كبديل عن الهوس التشاؤمي الدائر حول ماهية الفناء ومشكلة الموت الأزلية، الأمر الذي برر للإنسان سلوك العنف كما برر له في الآن ذاته سلوك الفعل الإبداعي، وهما في تصارع مستمر. إن ابتكار المأساة قاد المرء لسباق الموت المجنون في سبيل انتصار العقائد، وذلك شكل خطرا، لكنه في الآن ذاته مارس عبادة الجمال في الموجودات ليمثل نوعا من الخلاص الذهني الواقف بوجه الموت بماهيته الغامضة. وعلى نحو ذلك برهن الإنسان المعرفي صدقية كفاحه من أجل الخلاص بمفهوم العقل والوجدان الذكي.